أستاذة أنا عملت تمكين بس التمكين بتاعي اتحفظ. طيب أنا عايزة أفهمك على حاجة، أنت عشان تاخدي تمكين لازم 3 شهود يشهدوا إن أنت اتجوزتي بالفعل في الشقة دي أو خلفتي في الشقة دي أو مقيمة أنت وزوجك بقالك فترة كبيرة في الشقة دي، يعني ده آخر مسكن زوجية معلوم ليكي وليه. لازم 3 شهود، جبتي 1 جبتي 2 وارد إن قرار التمكين بتاعك يتحفظ. طب الشهود لازم يبقوا من العمارة؟ لا مش لازم يبقوا من العمارة، ممكن يبقى مثلا حد مثلا من المحلات اللي موجودة حواليكي، سوبر ماركت، محل جزم، أي حاجة من الحاجات دي، أو من البوابين الموجودين حوالين العماير. طالما هم هيتسألوا وهيشهدوا وهيمضوا على شهادتهم الموضوع خلص تمام، وهتاخدي تمكينك. غير كده التمكين بتاعك هيتحفظ عشان انت ما جبتيش شهود. التمكين قايم على الشهود بس كده.